عليكم. أنا عمران عبد الله ودي قناتي. اليوم إحنا من يعني دولة متطورة، دولة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ماشية في عجلة التطور. إحنا اليوم في قطر، والآن من ميناء من القديم. طبعا يعتبر ميناء الدوحة القديم أو العتيق من الموانئ القديمة اللي مستخدمة هنا عند أهالي دولة قطر، وكان عبارة عن منفذ بحري تجاري في استخدام بيجو يستقبل كل السفن اللي جاية من بقاع الكرة الأرضية أو بقاع دول العالم. الآن أتوقع تم إنشاء ميناء حمد اللي بتواجد في جنوب مدينة الوكرة أو جنوب دولة قطر، وده هو المنفذ الرئيسي للاستخدام التجاري للسفن في المعاملات التجارية والقيرة. يعني الآن بنشوف الاستخدام زي ما أنا بعتقد إنه من الدوحة عبارة عن واجهة بحرية سياحية بيستخدمها كثير من زوار دولة قطر في تقضية أجمل وأروع الأوقات هنا. والله وأنا بدعو كل الناس اللي متواجدين في دولة قطر بزيارة الميناء. طبعا بيظهر هنا إنه ده الاتجاه الجنوبي من الميناء قبل المباني اللي فيها بعض الكافتريات والمطاعم ذو الماركات العالمية والمحلية منها. ده تراك لممارسة الجري والرياضة. عندنا هناك بيظهر عندنا في الصورة تراك للدراجات الهوائية برضو لممارسة الرياضة، ومكان جميل جدا يعني بيجمع ما بين رياضة المشي والجري والدراجات الهوائية وما بين تقضية أوقات جميلة في يعني الانتقال ما بين المباني الجميلة دي. الناحية الجنوبية طبعا زي ما أنا ذكرت في نهاية اللي مطلة على البحر من الناحية الجنوبية. خليكم معانا تستمر رحلتنا إن شاء الله، وبنوافيكم بتفاصيل أكثر عن هذا المكان الجميل اللي جمع بين روعة وجمال المكان والهندسة. مرة ثانية بكل الإخوة المستمعين والمشاهدين، زي ما نوهت في بداية الفيديو إنه حنستكشف أكثر لجمال وروعة المكان الهندسي. وهنا عايز أنوه إنه في خدمة للسيارات أو العربات الجولف المجانية بتساعدك في إنه تتنقل من مكان لمكان. ودي هنا لفتة جميلة من القائمين بتشغيل الميناء الدوحة القديم أو الميناء العتيق، في إنه بيساعد ذوي الهمم وكبار السن في التنقل من مكان لمكان. هنا طبعا دي بعض الناحية الخلفية لبعض الكافيهات والكافتريات العالمية منها والمحلية، ويشوفوا التصميم وجمالية روعة الهندسة. يا سلام يا سلام، حتة جميلة جدا والله. وأنا بدعو كل الموجودين أو الموجودين يعني محظوظين بالوجود في قطر إنه يزوروا المكان الجميل ده. هنا طبعا دي الناحية برضو الجنوبية اللي يعني بيفصل ما بينها وبين التراك اللي قبل اتكلمنا عنه حق الرياضة وبطريق. وهنا بتصل عندنا مدينة الدفنة، وبنتكلم عنها إن شاء الله في فيديو لاحق بإذن الله تعالى. حتة والله جميلة وأجمل ما فيها كل يعني اللمسات الهندسية الجميلة. هنا نوافير والألعاب المائية تسمى بالنوافير طبعا، جميلة جدا. وفيها طبعا بعض البقالات الصغيرة أو الميني مارت بتوفر طبعا تغطية لكل الاحتياجات، مطاعم وفي أماكن لبيع التحف والفلكلور والتراث العربي الحديث. دي هنا الواجهة للمطاعم اللي بتواجه الواجهة البحرية اللي بتطل على البحر. مكان جميل. أنا أحس إنه والله الكاميرا قاعد تصدم وتعكس جمال وروعة المكان. لازم تزور المكان، جميل جدا. هناك اللي بتظهر في الإنارة دي المكان إرساء السفن، المكان اللي جات فيه الكروز شيب أو السفن العابرة للغارات. يا سلام يا سلام.